خلونا نسمع من السوبر ماركتس الكبيره عصام كمال مدير التسويق بمجموعه اولاد رجب. مساء الخير يا استاذ عصام. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضل. والله احنا تاكيدا لدورنا في السوق المصري، احنا على طول عاملين خصومات بشكل مستديم للعميل عشان يعني نقدر نواكب الغلو اللي بيحصل، ونقدر نبقى احنا في مستوى كويس بالنسبه للناس واسعار الحاجه. لكن هل مفيش خصومات؟ يعني دي الخصومات العاديه اللي بتبقى على عروض معينه، حاجات هتبقى اكسبايرد، مش عارفه، يعني انا فاهمه نوع الخصومات دي، لكن انا بتكلم على لان احنا بنشتغل على المواد الرئيسيه. يعني احنا بنتكلم على رز ومكرونه وزيت يعني ده مفيش اكسبايرد، ده فاست موفينج. فاحنا نقدر نقول ان احنا بنعمل على السلع الاساسيه. طيب هل مفيش حاجه؟ يعني دلوقتي الدوله قررت ان في المجمعات الاستهلاكيه اخر كل شهر هتعمل 10 ايام مخفضه من 10 ل 15%. انتوا خصوماتكم مفيش اي اوفر هتعملوه؟ مفيش حاجه بمناسبه دخول المدارس يعني غير الخصومات الريجولر يا استاذ عصام؟ هقول لحضرتك غير الخصومات الريجولر، احنا اوريدي عاملين دلوقتي للمدارس خصومات تفوق ال 10% على كل السلع الاساسيه، واي حاجه الولاد بيحتاجوها هم رايحين المدرسه، من عصاير، جبن، اي حاجه من دي. ولاجل خاطر البرنامج احنا بنقدم النهارده مع يعني هنا العاصمه ان احنا هندي 5% ديسكاونت على كل حاجه موجوده في السوبر ماركت ما عدا الاجهزه الثقيله بس. ان احنا بندي 5% لمده 15 يوم على كل حاجه ما عليهاش خصومات تفوق ال 5%. ده شيء كريم وشيء عظيم، وانا متوقعه ده من كل الناس بصراحه اللي زي حضرتك. يعني انت بتقولي ان انت هتدي 5% على كل البضائع او الحاجات الموجوده في السوبر ماركت التي ليس عليها خصومات. بالظبط يا فندم. مظبوط. بدءا من امتى يا استاذ عصام؟ بدءا من بكره ليوم 25. من بكره ليوم 25. ده شيء انا بشكرك، ده شيء كريم، وبشكرك وبشكر مجموعه اولاد رجب. اذا احنا كده عندنا 5% اعلنتها اولاد رجب على كل شيء موجود في السوبر ماركت، في كل موجود في السوبر ماركت ليس عليه خصم، وهم بيقولوا انهم بيعملوا ريجولر، وده من بكره ليوم 25. تمام كده. اللي بعده الأستاذ أحمد البستاني عضو مجلس إدارة هايبر وان. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير مدام لميس، وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب. الحمد لله على السلامة. قول لي خبر حلو بقى، اديني خبر حلو. الأخبار كلها حلوة. أول حاجة بس أنا عاوزك تركزي إن إحنا بنقدم كهايبر وان أعلى جودة موجودة وأقل سعر موجود في مصر، وحضرتك ممكن تعملي مقارنة، وأنت طبعا عند حضرتك الممثلين بتوعك ممكن ينزلوا المجمعات ويجوا عندنا ويخشوا في كل مكان، هتجدي ان احنا اقل سعر في مصر. وحضرتك احنا طبعا برئاسه المهندس محمد الهواري رئيس مجلس اداره هايبر وان بنتعاون معاكي في المبادره بتاعت حضرتك، احنا وكل المصنعين والعارضين اللي موجودين في الهايبر، وهنقدم لحضرتك في الفرعين بتوعنا العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر خصومات من 5 ل 50%. من 5 ل 50%؟ ده جامد قوي يا استاذ احمد. لا احنا طبعا على ايه بقى بالظبط؟ هتقدم على ايه؟ ان هايبر وان ده مصري 100% طبعا. هتقدم على ايه من 5 ل 50%؟ كافه 50%. حضرتك عندنا حضرتك قسم. انا هو جالي مسج ان انتوا هتقدموا 50% على الملابس، صحيح؟ بخصوص العوده للمدارس ان شاء الله يا فندم. حاجات المدرسه اهم حاجه عندي يا احمد باذن الله. يعني الكراسات والاقلام والمقلمات والشنط والكلام ده. حضرتك هو التشكيل بتاع المدرسه طبعا كله متوفر في هايبر وان. يعني اعلان ماشي اوكي، بس انا دلوقتي هتقدم مش اعلان، انا بقول لحضرتك على واقع، انا حضرتك مش بتكلم، احنا بنتكلم ان انا بننضم مع حضرتك. اشكرك وده اللي انا متوقعه منك يا بستاني. لكن دلوقتي سؤالي، الخصومات دي من امتى لامتى؟ حضرتك انت المبادره بتاعت سعادتك فترتها قد ايه يا فندم؟ يعني انا والله نفسي تبقى مبادرتها العمر كله، بس شوف انت اختار، يعني على الاقل قبل دخول المدرسه يعني ان شاء الله موجوده حضرتك من بكره باذن الله يا فندم. يعني من بكره الناس لو راحت هايبر وان من بكره لحد هتلاقي حضرتك الخصومات دي متواجده اسبوع مثلا ولا 10. اديني 10 ايام يا احمد باذن الله يا فندم.
ماشي 10 ايام، خدت منك 10 ايام. ماشي. اذا من 5 ل 50% خصومات مخصوص. يعني والله يا جماعه انا ما فتحتش الموضوع كمبادره، انا بس كنت مقهوره من الاسعار، بس انا سعيده انها انقلبت لمبادره ايجابيه، وهو ده اللي احنا عايزين نعمله في البرنامج، ان احنا مش بس انتقادات ولكن ينتقل هذا المبادره ايجابيه. اذا عندي اولاد رجب، عندنا هايبر 1 احمد البستاني. طب عصام كمال رجع لنا تاني، مدير تسويق مجموعه اولاد رجب. اتفضل يا استاذ عصام. يعني انا في حتتين عايز ازودهم، ان احنا يعني من اجل البرنامج. اشكرك. احنا من اجل مصر. من اجل مصر طبعا. من اجل الدعم لكل مصر. انا هنعمل يعني جايزه للناس اللي بتيجي تشتري، زي مسابقه الناس اللي تيجي تشتري من عندنا. هكسب 70 واحد منح دراسيه هدفع مصاريف مدرسه ولاده. دي حلوه قوي دي، يعني 70 جايزه هتدفع مصاريف الولاد دي، زي كده يعني بلاط يعني طال كده، ولا هتبقى جايزه ازاي يعني؟ بص يا فندم، هيجيب لي ايصال المدرسه هدفع له المصاريف اللي فيها. ايوه هياخد الجايزه، قصدي يعني هيعمل ايه عشان ياخد الجايزه؟ هو جاست ان هو لما يجي عندنا هيشتري اي حاجه هيدخل سحب يعني. هسحبه تبع وزاره الشؤون الاجتماعيه. ده شيء جميل جدا، وتدفع 70 واحد هتدفعوا مصاريف الولاد. بالظبط. ده شيء ثانيه. احنا يعني انا دلوقتي كنت مع مكالمه مع استاذ مصطفى رجب صاحب الشركه، رئيس مجلس العضو المنتدب. اداني بيرميشن ان انا اعمل اب تو 50% على الملابس وشويه اجهزه منزليه. 50% على الملابس وبعض الاجهزه المنزليه. وبعض الاجهزه المنزليه. انا مهتمه جدا بادوات المدرسه، بحاجه المدرسه. ارجوك يا استاذ عصام، يعني المقالم والشنط والجزم والحاجات بتاعت الولاد قبل ما يخش. كل الرينج اللي موجود عندي هعمل عليه خصومات لغايه اب تو 50%. ده شيء عظيم، وانا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر استاذ مصطفى. ده 35 فرع. فاحنا متواجدين حوالين الناس كلها. انا متاكد هيبقى سهل الوصول لينا يعني. شكرا استاذ عصام. اذا بالاضافه لل 5% اللي كانت على كل حاجه غير ما عليهاش تخفيضات، اولاد رجب ايضا هتقدم خصومات اب تو 50% على الملابس وبعض الاجهزه المنزليه، وبما فيها يا جماعه حاجات المدرسه. حاجات المدرسه مهمه جدا. حاجات المدرسه اذا عندك هايبر وعندك اولاد رجب، ده كلام جميل جدا، ده كلام مهم مهم مهم. أنا بتوجه بالكلام دلوقتي مش بس لأصحاب السوبر ماركتس الكبار، ولسه لا سمعنا مترو ولا سمعنا خير زمان ولا سمعنا كارفور ولا سمعنا الناس الكبيرة دي. أنا بتوجه أيضا للمصنعين، العصاير، الألبان، كل المنتجات اللي الولاد بيستخدموها، الجبن، كل المنتجات اللي الولاد بيستخدموها قبل المدارس. هنا أنا محتاجين إن احنا ندعم. أنا كل اللي طلبته 10 أيام أو أسبوع قبل ميعاد المدرسة. إحنا خلاص فاضل أسبوع قبل المدرسة ما تبتدي أو 8 أيام. أرجوكوا خلونا نحس إن إحنا على قلب رجل واحد، خلونا نحس إن إحنا بلد واحدة، خلوني أحس إن المصنع ده يقدر يجي على نفسه شوية. وأنا عارفة إن هو عنده مشاكل وعنده مشاكل نقل وعنده مشاكل عمال، لكن يستطيع أن يقتطع من هامش ربحه من أجل إسعاد مواطن مصري في وقت زنقة. مين معانا؟ محمد من أسوان. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يكرمك. الله يكرمك. أهلا بيك. أولا سيادتك انت كل المبادرات ليك للقاهرة الكبرى، وإحنا في أسوان نبعد عنكم 1000 كيلو. معك حق. دي واحد. الحاجة الثانية بعد شركات الألبان تتكلم عليها بتاع الاسمه ده بتاع البقوليات والكلام ده، الشعبة ده. أولا أغلبية شركات الألبان دي أكبر شركات ألبان دي تبع إخوان ماكين. انا مش هسمي الشركات، يعني اكبر شركتين في مصر ايا كان اخوان ولا مش اخوان، ما يدخل معانا، ما يقدم مبادره ويخفض الاسعار. مش عايز يكون موجود في السوق يا ريس. هو مش عاوز لك الخير اولا، هو عاوز لمصر الخير من اساسه. بس هو عارف ان هو في المنافسه مش هيقدر يكمل كده لو هو اخوان، يعني ايا كان. احنا ما يهمناش هو اخوان مش مخالف ان هو مصنع ومصدر. الحاجه الثانيه يا ريس، في حاجات انا عاوز اتكلم مع حضرتك فيها بس ما ينفعش اتكلم على الهوا.
في طيب. حاجات انا ما اقدرش اتكلم. انا اطلب منك انك تاخد رقم حد من زمايلي المعدين وهم افضل مني ويقدروا ان هم يتكلموا مع حضرتك ويسمعوا. جميل سيادتك، جميل. حاجات كويسه لان مصر كمان احنا في اسوان 1000 كيلو بعيد منك. بس انت قلت كلام مهم جدا، ان كل المبادرات دي سمعناها في القاهره وممكن تبقى في اسكندريه، لكن احنا عايزين يا جماعه مبادرات تعم جمهوريه مصر العربيه. يعني اللي في اسوان دول هيعملوا ايه؟ ما عندهم ولاد وعندهم مدارس برضه. شكرا. التذكره ب 100 جنيه و10 لحد القاهره. طيب. يا فندم كانت ب 50 جنيه. شكرا يا محمد، شكرا يا محمد. محمد من الجيزه، اتفضل يا محمد. مساء الخير يا مدام لميس. مساء الفل، اهلا بيك. احنا دلوقتي ماشيين في السكه الغلط خالص، ان احنا بنتكلم مع اصحاب السوبر ماركت. استاذه لميس، اذا كنا عايزين نحل المشكله فعلا، وانت اعظم مذيعه او اعظم مصريه بتمسي الام المواطن المصري، احنا عايزين نبدا نتكلم على الاساس. المصانع يا استاذه نبيل، المصانع السوبر ماركت مش هيعمل لي 5%، مش عايزهم منه، ومش عايز منه 50% على الملابس اللي هي دايره عنده عشان يقول لي انا بعمل 50%. يا استاذه لميس، نروح المصانع ويلزم اصحاب المصانع تلت انتاجهم يوردوه للناس الغلابه في الميادين. احنا كده هنمنع تاجر التجزئه وتاجر الجمله، ونعمل بدل ما نعمل باكينج كيلوات نعمل عبوه اقتصاديه 5 كيلو. يعني الجبنه لو 5 كيلو بدل ب 60 جنيه طيب. هتوصل للمواطن ب 40 جنيه يا مدام لميس. انت معاك حق يا محمد، على فكره دي وجهه نظر مهمه. وبالتالي بوجه كلامي للمصنعين ولاصحاب الصناعات، البان، جبن، يعني اصحاب الصناعات، العصاير، ويعرفون انفسهم بالاسماء. انا مش محتاجه اقول اسامي في القصه دي، كلكم كبار وكلكم عارفين ايه اللي نقدر نعمله، ايه اللي نقدر نقتطعه، وايه اللي نقدر نخفضه. عندنا ازمه، محتاجين نساعد الناس ونعدي البلد الفتره دي، وانا كل اللي طلبته قبل ما ندخل المدرسه. شكرا يا محمد. معلش عشان عندي اتصالات كثيره. دكتور ايمن ابو حديد، وزير الزراعه، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا. يعني احنا سمعنا ما اقلقنا، وارجو ان انت تطمنا حول مش بس ارتفاع اسعار اللحوم الحاليه، ولكن حول احتمال ان يكون هناك شح في اللحوم وارتفاع اخر في اسعار اللحوم في الفتره القادمه، نتيجه بقى خروج شركات اخوانيه زي ما بنسمع، ما فيش استيراد. قول لنا ايه وضع اللحوم في البلد يا دكتور؟ وضع اللحوم ان الكميات اللي موجوده من اللحوم تعتبر كافيه، فيما عدا بعض الكميات من رؤوس الأغنام، ومكلفين هيئة الخدمات البيطرية مع الهيئة الزراعية المصرية إنها تقوم بتدبير هذه الكميات اللي مطلوبة عن طريق الاستيراد بالسرعة الكافية، بحيث إنها تيجي قبل موسم العيد، بحيث إن ما يحصلش أي نقص في اللحوم. مفيش نقص في اللحوم بإذن الله. الأسعار كلها هتكون في متناول المعقول، لأنها بنستوردها من مصادر تعتبر رخيصة الثمن، مع مراعاة طبعا الجودة والصحة وكل. طيب هل هنفتح الاستيراد، يعني هنفتح الاستيراد تاني للحوم الاسترالية، هنفتح استيراد لمنافذ أخرى، ولا هنقف عند اللحوم الإثيوبية والسودانية؟ احنا مش هنقف عند اللحوم الاسترالية واللحوم الإثيوبية والسودانية فقط، ولكن مفتوح باب الاستيراد من أي جهة تكون مطابقة للمواصفات. طيب بس أنت بتؤكد لي إنه لا نقص ولا شح في اللحوم في الفترة القادمة؟ مؤكد. لأن التجار بيقولوا إنه مفيش والأسعار هتغلى. هيئة الخدمات البيطرية بتأكد لي إن كمية اللحوم اللي موجودة من رؤوس الأبقار والجاموس في مصر تكفي للاستهلاك المحلي في الفترة القادمة بالكامل، وإن الشح قد يكون موجود في بعض رؤوس الأغنام، وخدنا إجراء علشان الهيئة الزراعية المصرية تستورد النقص ده. ارتفاع أسعار الخضروات يا سيادة الوزير أسبابه إيه؟ الحقيقة أن ارتفاع أسعار الخضروات ارتفاع ظاهري ومؤقت، وبيكون في بعض الأوقات، والخضروات في النهاية في الحقيقة ما هياش يعني غالية. يعني احنا الفلاح غلبان، والفلاح برضه محتاج ان هو يعوض ثمن مدخلات الانتاج الغالية اللي بتجيله. لكن اللي احنا بنفكر فيه وبنرتب فيه مع الاتحاد التعاوني
ان الجمعيات التعاونيه تقوم بتجميع المحاصيل مع الدوره الزراعيه اللي هتبتدي انها تتنفذ من الموسم الشتوي القادم ان شاء الله، ويكون في وسيله للتسويق المباشر من نظام تسويق يكون اكفأ شويه. وما اقدرش اقول ان ده يحصل بكره، لان ده محتاج لاعداد ومحتاج لتغيير نمط تسويق كبير، لكن اتمنى ان ما يكونش مسافه بعيده، واتمنى ان ده يكون بيأثر على توفير السلع بسعر مناسب، وايضا انه يكون مناسب للفلاح. بشكرك دكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة اللي أكد لنا أن لا نقص في اللحوم في الفترة القادمة. محمود من الأقصر، اتفضل يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمود، اتفضل. أهلا بك. محمود إدريس الأقصر. أنا طبعا ببتدي بقول لك ربنا يقويكي، على رأي الأستاذ الكبير عماد أديب بهدوء. أنت تستاهلي لو في جايزة أكبر من جائزة أقول إيه حب الناس، مفيش أكتر من كده، وأنا مش عايز أكتر من كده. والله العظيم. خلي بالك إن إحنا هنا في الصعيد بالذات، يعني بالذات أنا عايز أقول لك إن كل جمهورية مصر العربية متفائلة بيكي، بس في الصعيد يكفي إني والله العظيم أنا عارفة إن الأقصر ليا عندهم معزة كبيرة في الأقصر خاصة جدا. لا اسمعي دي على الهواء عشان الناس تعرف، نسبة اسم لميس زادت لدرجة الأهالي بيجي يقولوا لي يا أستاذ محمود بنسمعك بتتكلم مع الأستاذة، يحلفوني إن سموا بناتهم باسم لميس. ياه، ده حاجة جميلة قوي، ربنا يخليك. طب قول لي يا محمود، قول لي بس عشان الوقت، اتفضل. حضرتك احنا عايزين بس نقول في الأقصر وأسوان والنوبة عايزين يعني العدالة الاجتماعية طبعا. حضرتك نكاد احنا منسيين خالص من على الخريطة من زمان يا أستاذة، عشان نتكلم بصراحة أهل الصعيد مهمشين، والدليل زي ما انت عارفة الناس بتنجح من عندنا من الصعيد عشان خاطر انت عارفة الأسباب اللي بينجحوا بيها، عشان الناس غلابة. طيب قولي بس قولي الاسعار في الصعيد ايه يا محمود عشان وقتي تقريبا خلص. الاسعار نار، الناس نسيت اللحمه ونسيت الفراخ ونسيت السمك، مش هقول لك جمبري واستاكوزا، لا الحاجات اللي هي اللي بتتاكل مره في الاسبوع نسيتها، اللحمه والفراخ والسمك نسيتها. فانا عايز اقول لحضرتك من الصعيد بسرعه كده يا استاذه، عشان عارف برنامج حضرتك يعني كل الناس متابعه الحكومه كلها، عايزين تفعيل دور الحكومه، مش عايزين الحكومه تقول لك احنا فقره انتقاليه، احنا حكومه مش عارف مؤقته، لا احنا عايزين الناس تشتغل، لان دي جات لهم من عند ربنا. والله العظيم يا استاذ التاريخ هيشهد بالناس دي، لو اشتغلت هيجوا مثلا يتحطوا في التاريخ زي الفراعنه. فانا بطالب الحكومه بتفعيل دورها في الايام دي، ويعملوا حاجه لمصر. يعني لازم يشتغلوا يا استاذ عشان نحلف بيهم، مش يقول لك حكومه انتقاليه مؤقته، لا يا سيدي اشتغل عشان الناس تحلف بحياتك. يا ريت يا استاذه من الصعيد بنقول لك شكرا يا محمود، وحيري اهل الاقصر والصعيد. الصعيد انا الاسبوع القادم باذن الله هخصص حلقه كامله عن الصعيد، جزء كبير من الاخبار هعمله كله عن الصعيد. انا عارفه ان المنيا فيها مشاكل، وعارفه ان سوهاج فيها مشاكل، وعارفه ان اسيوط فيها مشاكل. الصعيد وعارفه ان قنا طبعا فيها مشاكل، كل محافظات الصعيد عندها مشاكل كتيره، وانا عارفه ان الصعيد فعلا احنا فيه. رشا من القاهره، اتفضلي يا رشا. اهلا بيكي، اتفضلي. انا عندي تعليقين بس عن الاستاذ عصام كمال مدير تسويق اولاد رجب. هو بيقول ان هو بيدي 5% خصم لمده 15 يوم. انا اوريدي بقالي 6 سنين باخد 5% من اولاد رجب. انا كده هو اضاف لي ايه؟ لا هو قال على السلع اللي ما عليهاش خصم. هو انا باخد على توتال الشيك بتاعي 5%، فانا كده اضاف لي ايه؟ غير بلس ان اصلا الاسعار غليت في ال5 سنين كتير، فانا كده مش حاسب اي فرق. السؤال الثاني بقى للسيد وزير الزراعه، بيقول ان اسعار الخضار مش غاليه. لا، اسعار الخضار غاليه. لما كيلو الفاصوليا يبقى ب7 8 جنيه انا اشتريه ازاي؟ لما كيلو البطاطس ب6 جنيه وب5 جنيه، يعني الواحد يعيش ازاي؟ تاكلي ربع كيلو. اكل ربع كيلو. تعملي ايه؟ توزني تشوفي فاصوليايه تشوفي كل واحد ياكل كام فاصوليايه. هم المفروض يفكروا في المواطن البسيط اللي عايش على الخضار، ما بيجيبش فراخ ولحمه بس بياكل خضار، يفكروا فيه، ما يقولش الاسعار في متناول الجميع. لا، مش في متناول الجميع، ده كان انا من طبقه متوسطه ومش مرتاحه. البسيط بيعمل ايه؟
طيب انا بحيل كلامك للاستاذ عصام ونحاول نتصل بيه تاني على قصه هل ال 5% دي العاديه ولا لا. زملائي بيقولوا ان احنا بيشتروا من اولاد رجب وما بيحصلوش على ال 5% دي، فارجو ان احنا بس نلاقي رد على الموضوع ده عشان نكون بنقول للناس حاجه حقيقيه مش بنسوق حاجه مش موجوده، فارجو ده يكون موجود. اشرف المرشدي رئيس قطاع التسويق في رئيس مجلس إدارة أشواق المرشدي، أنا آسفة، أستاذ أشرف المرشدي رئيس مجلس إدارة. أهلا بيك يا فندم. مدام لميس، أسواق المرشدي في 6 أكتوبر تحب تشارك مع حملة حضرتك العظيمة جدا. أشكرك. ب 15% على مستلزمات المدارس كلها. دي هتبقى من بكرة بإذن الله تعالى. ولكن كان في حد مع حضرتك من شوية وقال كلمة جميلة جدا، قال إحنا مش عاوزين بضاعة بايرة ولا عاوزين خصومات وهمية ولا حد يقول لي 50% ولا 70%. ونفاجئ ان هي سعر بيعلى وينزل. لا، احنا عاوزين مش المهم الخصم كام وده يبقى المبدا، المهم هتدفع كام. فاهماني حضرتك؟ يعني ما تجيش تقول لي حاجه انت في العادي بتبيعها ب 10 جنيه وتروح حاطط لي عليها 20 جنيه وتقول لي خصم 20 50%. فما ترفعش السعر وبعدين تقول لي خفضت. بالظبط كده. فاحنا سياستنا كاسواق المرشدي في 6 اكتوبر في الحي العاشر ان احنا بنحط اسعار. طب انا معلش بمناسبه ان حضرتك دخلت معانا، هل انتم موجودين يا جماعه في الصعيد؟ هل انتم موجودين في مكان تاني غير في القاهره والاسكندريه؟ هنعمل ايه في الناس اللي موجوده هناك دي؟ هقول لحضرتك وفروا لنا اراضي وهتلاقي مستثمرين كتير عاوزين يروحوا وعاوزين يستثمروا. ده انتوا اهم ناس، يعني كل السوبر ماركتس الكبيره، تجار التجزئه الكبار، هي دي التجاره الداخليه المهمه. ما انا بقول لحضرتك وفروا لنا اراضي في القاهره الجديده هنتواجد بكره. وفروا لنا اراضي في الصعيد وبره القاهره هنتواجد بكره. انما انا بقول لحضرتك بالنسبه لاسواق المرشدي 15% على مستلزمات المدارس، خصومات حقيقيه. على قسم الموبيليا كمان عشان عاوزين بقى العرايس، كفايه الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه، هنعمل خصم 10% على قسم الموبيليا، وده بالتعاون مع حضرتك ونشكرك على المبادره الجميله بتاعت حضرتك جدا. ودي وكلها خصومات واقعيه. المهم هتدفع كام؟ طب فانت بتقول لي 15% على مستلزمات المدارس و10% على الموبيليا، وهيبقى النقل والتركيب مجاني داخل اكتوبر والشيخ زايد تحديدا كمان. اشكرك جدا يا استاذ اشرف. استاذ اشرف المرشدي رئيس مجلس اداره مجموعه المرشدي. طب استاذ عصام كمان رجع لنا تاني، كان في مشاهده يا استاذ عصام، استاذه رشا قالت هي اوريدي بتاخد 5% على كل الحاجات اللي في اولاد رجب. طيب انا هوضح لحضرتك حاجه. اتفضل. ان احنا لما بنبقى عاملين خصومات على المنتجات بتنزل في اخر الريسيت على اساس انها برسنتج من توتال الريسيت. يعني انا ممكن حضرتك لما تيجي تشتري عندي حاجه ممكن تلاقي حاجه عليها خصم 10% وحاجه عليها خصم 5% وحاجه عليها خصم 7%، فده توتال في الاخر. ما هي ممكن تكون حسنا 5% من قيمه الريسيت. فانت هتعمل اوكي، فانت بس انت بتاكد لي 5% بعد ده. يعني فانت بتقولي 5% بعد الخصومات اللي موجوده. لا ثانيه واحده يا فندم. ده موجود على حاجات اوريدي عامله عليها 5% اوكي واكتر. انما بقيه الحاجات اللي ما عليهاش خصومات انا هدي حضرتك خصومات عليها. طيب ده كلام زي اوكي خلاص فهمت. بوينت تاني كنت عايز اوضحها بعد اذن حضرتك. اتفضل. احنا البرسنتج بتاعت الارباح مش بالارقام اللي الناس بتتخيلها. يعني احنا في حاجات بنستهلكها من عندنا عشان يحصل فاست موفنج للمنتجات. احنا بنحاول نحرك السوق من عندنا، فالارقام بتاعت المكسب مش كده خالص. ماشي. يعني احنا محتاجين نوجه كلامنا للمصنعين للمنتجين. بالظبط يا فندم. وده كلام مهم جدا. لو هدوا الاسعار احنا اوتوماتيكلي هنهدي الاسعار. انا عارفه ان كل قطاع له مشاكله، المنتج له مشاكله، حضرتك ليك مشاكلك، المواطن له مشاكله، كلنا عندنا مشاكلنا، لكن في النهايه يجب ان نتكاتف. على 5000 موظف بيبقى الموضوع فيري وهو كمان عنده مشاكل، بس انا عارفه ان احنا نستطيع ان احنا نتكاتف ونقف صف واحد ونشتغل مع بعض. أنا بشكرك جدا يا أستاذ عصام على إنك حاضر معانا. إذن يا رشا، أستاذ عصام قال إن 5% على المنتجات اللي هي ما عليهاش خصومات وزيادة على الخصم بتاعك، ده اللي فهمته منه، وهو كان أكد لنا على 50%. إذن
احمد البستاني اتكلم على خصومات هايبر 1 وهايبر 1 ده معروف، وبنتكلم لخصومات تصل الى 50% على مستلزمات المدارس وعلى الحاجات الموجوده وعلى الملابس كمان، بس الاهم هي مستلزمات المدارس. ايضا كلمنا عصام كمال من اولاد رجب وقدم خصومات 5% وقدم 50% تصل الى 50% على الملابس ومستلزمات المدارس. المرشدي 15% على مستلزمات المدارس و10% على الموبيليا. انا بشكرهم شكرا جزيلا، هايبر، المرشدي واولاد رجب. اتمنى ان كل الاخرين يكونوا سمعونا. مش مهم ان انتوا يا جماعه تستجيبوا لدعوه مننا، المهم ان انتوا تستجيبوا لدعوه من ضمايركم، دعوه من المواطن المصري. بوجه كلامي مره اخرى للمنتج والمصنع اللي انا عارفه انه عنده مشاكل، وعارفه انه عنده عمال كتير، وعارفه انه عنده مشاكل تصدير، عارفه انه عنده مشاكل مستلزمات انتاج. كل ده معروف، لكن تستطيع ان انت تزنق نفسك شويه، معلش اتنازل شويه ولو قليل. احنا بنعدي بمرحله صعبه محتاجه منا كلنا نتكاتف مع بعض. الدوله كمان لازم تبص على هذه الماده 10 من قانون حمايه المستهلك. الدوله قامت بدور وبتنزل اسعار في الجمعيات او المجمعات الاستهلاكيه. ارجوكم خليكم معانا، خلينا صف واحد، وخلي المواطن يحس ان احنا لسه صف واحد وهنفضل صف واحد. نشوف هذا التقرير عن معرض لمستلزمات المدارس قامته الحكومة، وبعد كده نستقبل الدكتور محمد.